يوم الجمعة العظيمة من أهم أيام السنة. وده بسبب قدسيته، لأن هو ده اليوم اللي تم فيه الخلاص بموت السيد المسيح على الصليب. عشان كده الكنيسة خلت فيه طقس مميز جدا اليوم ده، عشان نقدر نعيش مع السيد المسيح الأحداث اللي حصلت في اليوم. وبتبتدي أحداث الجمعة العظيمة بمحاكمات السيد المسيح، وهو اتحاكم 6 محاكمات، 3 دينية و3 مدنية. ال3 الدينية اتحاكمهم عند كيافة وحنانيا وقدام مجمع السنهدرين، وطبعا هم حكموا عليه بالموت، بس ما كانوش ليهم سلطة التنفيذ، فابتدوا يودوه لبيلاطس. ودي كانت هنا بداية الأحكام المدنية. بعد ما ودوه لبيلاطس هو ما كانش لاقي سبب ان هو يموته عشانه، فوداه لهيرودس. وبعد ما راح لهيرودس هو كان بيسمع عنه بس عايز يشوفه، فبعد ما شافه كان بيستهزأ بيه، لبسه القميص الأرجواني، وبعد كده وداه لبيلاطس تاني. بيدور أحداث الساعة الثالثة لآخر محاكمة تعرض لها السيد المسيح، وهنا بيلاطس أمر الجنود إن هم ياخدوه عشان ينفذوا عليه حكم الجلد، على أمل إن هم يطلقوا بعدها. وهنا مزمور بيتكلم عن الجلد، داود بيقول فيه: أما أنا فمستعد للسياق ووجع مقابلي في كل حين. وبعد ما جلدوا السيد المسيح رجعوه لبيلاطس. كان بيلاطس عنده أمل إن هو يقدر يطلق السيد المسيح، لكن كان في إصرار من الشعب على صلبه. وبرضه في الساعة الثالثة كان بيلاطس متعود إن هو يخرج لهم أسير كل عيد، ففي الوقت ده ما كانش قدامه غير باراباس، وطبعا ده كان شخص قاتل إن هو ما يستحقش غير السجن والموت، فهم مع ذلك بدوه عن يسوع وقالوا له انه يخرج لهم باراباس بدل يسوع. وبرغم ان اليهود كانوا بيسمعوا عن المعجزات اللي المسيح عملها وانهم شافوها برضو، الا انهم بدوا باراباس عنه وانه المسيح هو اللي يتصلب. تبدأ الساعة 6، ودي من أهم ساعات اليوم، لأن هي الساعة اللي اترفع فيها السيد المسيح على عود الصليب. وهنا الكنيسة كانت بتحاول إنها تفكرنا دايما بالصليب، من أول النبوات لغاية الألحان اللي بتتقال جوه، وصولا بالقرايات اللي جواها. وهنا الكنيسة حبت تعيشنا أحداث اليوم، عشان كده في كل تفاصيل اليوم بنشوف الكنيسة بتحط حاجة مميزة. يعني مثلا في وقت صلب السيد المسيح حل الظلم على الأرض كلها في وقت الساعة 6، وهنا الكنيسة بتطفي الأنوار كلها من أول لما يتقال القرايات في الساعة 6 عند جملة وحدث الظلم في الأرض كلها إلى وقت الساعة 9. وبتبدأ صلاة الساعة 6 بالنبوات، وبعد كده تسبيحة البصخة اللي هي سوق تاتي جوم، وبعد كده بندخل في لحن طيشور الحزين. وهنا الكنيسة اتكلمت عشان تفكرنا بدور السيدة عذراء في الخلاص، وهنا الكنيسة حبت تنقل لنا مشاعر العذراء وهي واقفة تحت الصليب وحزنها على ابنها. بعد كده بيتقال لحن فايقة اوف انف اللي معناه هذا الذي اصعد ذاته ذبيحه مقبوله عن خلاص جنسنا. وهنا كأن الكنيسه عايزه تعرفنا ان المصلوب على الصليب هو ربنا اللي بيقدم نفسه ذبيحه عشان يخلصنا من خطايانا. بعد كده بيتقال البولس اللي بيقول فيه بولس الرسول: حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. وبعد كده بتتقال القطع، وبعديها طبعا لحن أمونوجينيس، وده معناه بالعربي: أيها الابن الوحيد الجنس كلمة الله. وهنا اللحن بيتكلم عن لاهوت السيد المسيح وتجسده وصلبه. وبعد كده بيتقال لحن أجيوس الحزيني، ويتقال بعد كده المزمور. وهنا داود كأنه كان بيوصف المشهد بالظبط اللي بيحصل قدامه، كأنه كان عايش في وقت صلب المسيح، فبيقول في المزمور: رفضوني أنا الحبيب مثل ميت المرذول وجعلوا مساميرهم في جسدي. هنا داود كأنه بيحكي بالظبط اللي بيحصل في آلام السيد المسيح. بعد كده بيتقال الأناجيل، وفي آخر حاجة بتتقال حاجة مميزة جدا في اليوم، وهي أمانة اللص. إزاي اللص اليمين بعد ما كان مجرم وبرغم إن هو ما شافش السيد المسيح ولا شاف مجده ومع ذلك آمن بيه. وده يعلمنا إن مهما كان الإنسان وقع في خطيته ممكن تبقى التوبة في لحظة. الساعة 9 هي ساعة موت السيد المسيح، وبتبدأ الساعة 9 بأن الكنيسة بتنور النور زي ما في الكتاب المقدس بيقول: وحدث ظلمة من الساعة 6 حتى الساعة 9. ونكمل النبوات، وبعد كده تسبيحة البصخة سوق تاتي جوم، وبعد كده بنقول لحن تيشور الحزيني، وبعديه بنقول لحن فايقة في انف، وبعد كده بنكمل نفس نظام الساعة 6. وبتبدأ الساعة 11، ودي ترتيبها زي بقية ترتيب الساعات في البصخة المقدسة. وبيتقال بعد كده الساعة 12 وهي آخر ساعة في الجمعة العظيمة. بتبدأ الساعة 12 بنبوات، منها أهم نبوة اللي هي نبوة مراسي أرميا، ودي بيبقى ليها لحن مميز جدا. وبعد كده بيتقال لحن بيكسرونس. وفي الساعة 12 الكنيسة بتتحول من حالة الحزن لحالة الفرح بالخلاص، وده بيظهر من أول لحن بيكسرونس، وده المزمور اللي معناه كرسيك الله إلى ظهر الدهور. وبعد كده بتتقال الأناجيل الأربعة اللي بتحكي فيها عن قصة يوسف الراوي ونيقوديموس لما دفنوا السيد المسيح وكفنوه بالأطياب. وبعد الإنجيل بيتقال الطرح، وبعد كده الطلبة، وبعد كده الكنيسة بتحب تعيشنا مع المسيح، فبنقول 400 مرة كريالايسون، وبنعمل 400 مطانية في ال4 اتجاهات.
وبعد كده بنقول كريالايسون 12 مرة باللحن الطويل. وأثناء ما احنا بنقول كريالايسون بنزف محتويات الدفن في الكنيسة كلها، وبنختم اليوم الجميل ده بألحانه وطقسه وكل حاجة الكنيسة كانت معيشها لنا في اليوم ده، بإننا بندخل الهيكل وأبونا بيقفل ستر الهيكل وهو بيدفن السيد المسيح، وإحنا بنقول لحن غلغوس، وبنقوله بمشاعر كلها حزن على إن المسيح مات، وفي نفس الوقت بنقوله بمشاعر فرح بالخلاص. وبنصلي 150 مزمور في آخر اليوم، وبعد كده الختام عشان نيجي نفرح بالليل في سبت الفرح.